في راحة غريبة جدًا بتحصل لمّا المكان اللي حوالينا يبقى دايمًا نضيف ومُرتّب، كأننا بنرتّب حياتنا معاه. وفي الفيديو بتاع النهارده كان يوم هادي جدًا بدون أي ضغط أو أي قلق، مجرد روتين بسيط لترتيب الأوضة وتجديد الطاقة فيها. غيّرت الملاية، رتّبت السرير، نضّفت كل ركن في الأوضة من أول الخشب لحد الأبواب، وفي الآخر ريحة النضافة اللي بتخلّي الواحد حاسس إن في مكان جديد تمامًا. لو بتحبي فيديوهات الروتين الهادي اللي فيها راحة نفسية، كمّلي الفيديو معايا للنهاية وما تنسيش لو أول مرّة تشوفيني أنا يوميات دودو، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعّلي زرار الجرس عشان يوصلِك منّي كل جديد أنا باقدّمه. أول حاجة بقى بدأت يومي كده، أول حاجة قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بدأت يومي بهدوء جدا وحسيت ان الأوضة محتاجة ترويقة محترمة، لان بصراحة مفيش اجمل من انك تصحي وتلاقي المكان اللي حواليكي مرتب ونضيف كده حواليكي. اول حاجة بدأت بيها كانت السرير طبعا. شلت اي حاجة على السرير، شلت الملاية اللي كانت مفروشة وكل المفروشات علشان ابدأ من اول وجديد. وانا بغير الملاية كنت حاسة ان مجرد يعني تغيير بسيط، زي مثلا ده بيغير شكل الأوضة كلها وبيدي إحساس بالتجديد يعني. هو تغيير بسيط بس بيدي إحساس بالتجديد وبتدي إحساس إن انتي لأ، بيحسسك بطاقة حلوة قوي. بعد ما فضيت السرير بدأت أمسح كويس جدا وأنضف كل الأجزاء فيه، لأن أوقات بنغير الملاية وننسى ننضف السرير نفسه، وده بيجمع تراب كتير جدا. فمسحته كويس جدا وخليته نضيف قبل ما أفرش الملاية الجديدة. تمام. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده انا كنت يعني ده الحافظة بتاعة المراتب. حلوة قوي 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 لو عندك اطفال، حلوة بتحافظ، ولو ما عندكيش برضو اطفال وارد ان اي حاجة تقع على الملاية او يعني يحصل اي حاجة فكانت هتبقى بتبقع المرتبة. لأ، فده بيأثّر على عمرها، بيأثّر على نضافتها، بيأثّر على الشكل بتاعها. فحلو أوي بصراحة الحافظة بتاعة السجاد الحافظة بتاعة السرير، سجاد إيه. بُصّوا بقى أنا هنا أنا مسحت الأوضة تمامًا، بس ما كانش ينفع أجيب الجزء ده، يعني ما كانش ينفع إن أنا أجيب الجزء وأنا بامسح الخشب واقفة. طبعًا أنتم كلّكم أكيد فاهمين إزاي بتمسحوا الخشب بتاعكم، بتمسحوا السرير، بتمسحوا الأوضة. فأنا مسحتها يعني قصّيت الجزء ده وخلّيت ابني كان واقف برضه بيمسح معايا، فقُلت له كمّل أنت بقى، فبحيث إن أنا أوصّل لكم الفكرة، فاهمين قصدي؟ هنا بقى بدأت أفرش أول سرير. عايزة أقول لِك لمّا تيجي تفرشي السرير بتاعِك شدّي المرتبة لبرّه، يعني أنا باشوف ناس بتعاني يا عيني مع السرير ومش بيطلع برضه الفرش مضبوط أو نضيف. فشدّي المرتبة خالص برّه مكانها، مش شديها أوي، يعني تشديها شوية فبحيث إن أنتِ تفرشي الملاية بتاعتِك، هتبقي مملكة الملاية من كل الاتجاهات. هتروحي جاية زقّاها تاني. بُصّوا أنا كده باخلّي ياسين ينزل لإن أنا شادّاهم. بُصّوا زقّيتها كده أنتِ خلاص اتفرشتِ بسهولة وبسلاسة وبدون أي تعب ولا تعقيدات ولا مجهود. وكمان أنتِ ضمنتِ إن الملاية بتاعتِك مفروشة حلوة أوي، زي ما بيتفرشوا في الفنادق وفي الأماكن اللي هي الحلوة دي. فتحسّي لأ يعني. لكن باشوف ناس بتفرش السرير زي ما هو كده وتروح جاية تفضل بقى تضغط في الجناب عشان خاطر تظبط الملاية. لأ، بتاخدي وقت طويل مش بتطلع مضبوطة معاكِ عقبال ما تدخّلي الأطراف، فبتلاقي لأ ما ضبطتش. تمام كده. طبعًا بعد كده بدأت طبعًا على الخشب اللي في الأوضة مسحت الدولاب والكومود والسراحة. بس الأول المروحة، العلبة بتاعة المروحة دي فكيتها. ما حبيتش إن أنا أشيلها كده بصراحة، يعني أصلًا أنا كنت لسه مطلعة المروحة، فما حبيتش إن أنا أسيبها كده تدّي شكل وتاخد مساحة على الفاضي. فقُلت خلاص أنا هافضّيها، يعني هاقفلها كده وممكن أحطها تحت السرير، ولمّا آجي أشيل المروحة تاني لمّا فصل الصيف يخلص إن شاء الله على خير، أروح جاية حاطاها، يعني شايلاها حاطاها، بحيث إن علبتها هتحافظ عليها. لإن أنا باحب أشيل المراوح، مش هاشيلهم عشان خاطر حاجة، لأ باحب الهدوء، باحب دايمًا عيني تبقى شايفة الدنيا هادية، الدنيا فاضية. مش أنا بالاقي ناس سايبة المروحة من السنة للسنة، يعني من الصيف للصيف، وبيحطوا عليها مثلا اللي هو الحافظة بتاعة المروحة. ماشي هي بتدي شكل اوكي واوريدي وكل حاجة، بس بتحسي ان الدنيا زحمة، بالاخص الاماكن لما بتبقي قاعدة في مكان صغنن مش كبير، بيبقى دايما عايز ان انتي تبقي ما يبقاش في زحمة حواليكي، لان المكان بطبعه صغير فاي حاجة بتبان فيه. لكن لما بيبقى
المكان واسع وكده عادي ممكن اقول لك مفيش مشكله، مش هتلاقي عينك تعباكي، مش هتلاقي الدنيا زحمه. تمام كده. انا عن نفسي بشيلها، يعني انا ما اعرفش بقى في ناس بتسيبها، بس انا عن نفسي بشيلها وبحب اشغلها. زي حوار الدفايه كده، الدفايه برضه اشغلها في فصل الشتاء وبعد كده في فصل الصيف اشيلها تماما. بحب كل حاجه تبقى لوقتها، كل حاجه تاخد وقتها ومش تفضل على طول. اول حاجه بقى شلتها وفضيت الكرتونه وحطيتها تحت السرير عشان ما تاخدش مساحه. وقلت برضو تبقى محفوظه بعيده عن الاطفال. وهنا طبعا الجزء اللي هو جنب السرير ده شلت بقى هنا كده الحافظه. كنت فرشه حافظه، انا بحب الحافظات عشان خاطر خفيفه، خفيفه وشكلها حلو وشيك، مودرن يعني. وكمان خفيفه عليكي في التنظيف، تيجي تغسليها بتحتاجيش توديها دراي كلين ومبتلاقيهاش صعبة. حتى لو حبيتي ان انتي تغسلي يعني تغسليها على طول او تعطريها او تشطفيها، هتشطفيها وتحطي معطر للأكمشة فهتلاقي الريحة حلوة. بصوا بقى انا هنا كنت مسحت الدولاب. انا عايزه اقول لكم ان انا يعني ايدي على طول في الاوضه وبنضفها، بس عشان طول ما في اطفال فبتلاقي لا، كل ما بتنضفي فبتحسي ان انتي ما نضفتيش. طبعا انتوا اكيد كلكم عندكم اطفال اللهم بارك، واكيد بتعانوا من نفس الموضوع ده. بس انا هنا بقى رحت جايه شايله كده الحافظه اللي هي اللي هنا الجزء ده والجزء التاني، وبدأت بقى كنست ورحت جايبه حبه معطر مع شويه كلور عشان يعقم، ومع معطر لافندر وجينيرال. انتوا طبعا كلكم عارفين جنرال، جنرال هو اللي عامل الرغوة دي، يعني الرغوة اللي في الارض دي. عشان في ناس بتسألني الارض بتلمع ازاي او بتحطي ايه او بتستخدمي ايه، ده جنرال. وكمان حطيت بريكس، وكمان حطيت غطا كلور اللي هو بس كتعقيم ويدي ريحة حلوة. طبعا جنرال غني عن التعريف، معروف ان هو روايح. لو عندك دوني حطي، احنا عارفين ان هو مقاطعة، وممكن تحطي دوني فريدة بيدي ريحة حلوة قوي في الارضيات. بصوا بقى انا عندي الموب، يعني عندي الموب اللي هي بتمسح الارض، بس انا لما طالما قلت ترويق وعايزة اشم ريحة نظافة حلوة، فبروح جاية على طول نظافة، يعني اروح جاية مسحة الارض معقماها عاملة رغاوي كده. لما بشوف الرغاوي انا بحس ان انا روقت تنظيفة عميقة. هي ممكن ما تكونش عميقة، بس انا بحس لان انا مرضية ان انا طلعت من المكان ده، انا طالعة بنتيجة مرضية. مرضية اكتر حاجة في الارض. اول حاجة بقى انا مفرشتش الحافظات لان انا هغسلها، هي ما كانتش لحقت تتبهدل، بس انا قلت كده او كده انا كده كده هغسل في سجاد كان مفروش، فقلت بدل ما اوديه دراي كلين اغسله معاكم، بحيث ان انا اشجعكم الناس اللي حابه وعاوزه تشيل سجادها اللي هو بتاع الشتا تغسله وتبدا يعني تشيله بقى وتبدا تستعد للصيف. تمام، انا عارفه ان ممكن تكون الخطوه دي لسه قدام شويه، يعني اسبوع 10 ايام، بس انا حبيت ان انا ابدا بدري عشان اشجعكم. بس ان شاء الله فيديو السجاد هينزل لكم برضو اليومين الجايين. مستنيه بس يومين كده ان شاء الله، وهبدا ان انا امنتج الفيديو وانزله. هنا بقى زي ما انتم شايفين كمان ما استكفتش بالارض، بس لا، خدت نفس الميه اللي انا عاملاها. محدش يقول لي الباب هيبوظ ومش عارفه ايه، مفيش باب هيبوظ يا جماعه. الباب هيبوظ من التراب، هيبوظ من قله النظافه، هيبوظ من العفره، هيبوظ من ان انتي مش مهتميه بيه ومش بتلمعيه. بيبقى حتى لو ايدك فيه على طول بيبقى فيه بصمات اطفال صغيره في الاماكن اللي هي اللي تحت دي. مش معنى ان هو غامق مش بيبان فيه، لا، الجزء الاسمر اللي عندي الاسود ده بيبان فيه. فانا قلت اما تعمليه مرة كل فترة طويلة وانتي بتعملي الارض مثلا مش هيعمل حاجة ومش هيأثر. وكمان انا ما سبتش المية عليه، انا بس مسحته، يعني انا مسحته على طول يعني يا دوبك فرنشته كده بالفرشة ورحت جايه مسحه على طول. عندك بليدج اعمليه ببليدج، بس عامة هي الحركة دي بتخليه حلو قوي وبيلمع وبيديله ريحة حلوة قوي وتعطيرها حلوة. ما بيديش ريحة التراب، يعني في ساعات ابواب بتشم ريحة التراب عليها، لا ده بيدي ريحة حلوة. انتي ممكن بعد الحركة دي تحطي بقى بليدج، سواء بقى بليدج اي حاجة انتي بتستعمليها كملمع للاخشاب احطيها، تلمعي بيها يديكي برضو يعني نتيجة احسن. بس انا استخدمت اللي قدامي واللي متوفر حاليا. انا كنت بدعك الارض فقلت خلاص اخلص كمان الباب وادعكه من بره ومن جوه يدي شكل وريحه حلوه، يبقى الاوضه كلها اتلمعت. انا كان الودي والله اشيل السراير واشيل الحاجات دي و... ولمع تحتها ولمع حواليها واغسل الحيطان، بس للاسف يعني
مش كنتش اكيد هقدر اعمل كده، وبكده بس انا طبعا زي قلت ما انتوا فيديو كده شايفين ده بسيط كان انزله يومي لكم البسيط، تشجعوا روتين واشجع هادي، معاكم. روتين عادي جدا، تخليكي يديكي طاقة كده ويديكي حماس. بصوا الأرض، بصوا الريحة أصلا والله العظيم كانت حلوة قوي، مخلياكي حاسة براحة نفسية. بصوا بقى، أنا ممكن أشيل الستارة اللي هي هنا دي، بس أنا مخلياها حطاها هنا علشان خاطر حاطة تلاجة. يعني أنا حاطة في الجزء ده تلاجة، وحاطة آه، الكومودو. الكومودو ملهوش عندي مكان، ليه مكان جنب الدولاب بره كده، بس انا يعني ما بحبش الزحمه زي ما قلت لكم، مع ان انا مش بدخل الاوضه باستمرار، مش على طول فيها، مش قاعده فيها ان هي هتضايقني، بس انا بحب الدنيا تبقى مهندمه. حطيته في الجزء الكورنر ده، وعملت الستاره دي بس عشان خاطر التلاجة، ان التلاجة موجوده هنا. بقى زي ما انتم شايفين كده، مسحت التليفون، ومسحت السراحه، وكمان الدولاب. وطبعا الارض زي ما انتم شايفين كده بتلمع، والسراير مرتبة ومهندمة. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب اكون شجعتكم وفدتكم، وما تنسيش تحطي لي اللايك لو وصلتي معايا لحد هنا. ونسيتي تحطي لي اللايك، انا بفكرك اهو، حطي اللايك دلوقتي حالا.